الشاب ده مين علمه؟ مين اللي علمه؟ ده لجنة، ولجنة غبية جدا، لجنة غبية كسولة. اللجنة الغبية الكسولة الموهوبة حورس مش هيقولك مين اللي علمه، ده جاي يعلم كاتب وسيناريست ومعد ومذيع 61 سنة فاشل ازاي يعمل حلقة، ازاي رياكت، وجاي يفرض نفسه وموهبته على فريق اعداد كامل لبرنامج وقناة مكملين اللي بيتصرف عليهم ملايين الدولارات، ومش بيتصرف عليهم فلوس بس، لا ده فلوس وديتا، وجاي افرجهم ان مش لازم كل الفلوس دي علشان اعمل سكريبت وانتج حلقه. فهننزل دلوقتي بفيلم ثقافي ساخن مناسب لكل الفئات العمريه علشان نتعرف على الشخصيه دي من طقطق لسلام عليكم. محمد ناصر علي عبد العظيم، مواليد المنيا في اسره بسيطه سنه 1963. الاسره اخواته وعمامه وولاد عمامه اللي اتبروا منه وقالوا ان احنا مش عايزين نشوفه تاني، واللي شردوه قدام كل الدنيا وقالوا ان عمره ما كان راقعها، وان هو بتاع قعدات وشرب وسهر، وقرروا انه مش هينزل البلد تاني، ولو مات يدفن بره مش هيدفن في مصر. انت بقيت عار على الفاشل في انه اهاليكم متبريه منكم. كلهم بقى عليك يعني ثانية واحدة، هو مين قال اصلا انه عنده النية انه يرجع مصر علشان يدفن فيها؟ قصدك ايه يا حورس؟ قصدك ان هو بيهاجم الدولة المصرية عموما وبيهاجم النظام المصري خصيصا علشان يسقط الدولة والنظام المصري، وهو اصلا ناوي ان هو يعيش بقية عمره بره ومش هيرجع مصر ابدا؟ قتل الانقلاب العسكري في مصر، انا لا اتمنى ان اخرج من كده، انما انا حبيت البلد دي جدا. محمد كان مبهور بالانجليزي بتاعي قوي وانا بقول باك جراوند راديشن، اشعاع الخلفي او بما يسمى بالباك جراوند راديشن، وفي قياس دوسيمتر ده بيقيس نسبه. كمل يا بيت. معذور، لان احنا لو رجعنا لطفولة محمد البليدة عديمة الموهبة هنلاقي ان هو جايب 19 من 60 في الانجليزي، يعني ناجح على درجة واحدة، وبالرغم انه كان ادبي كان فاشل في كل اللغات وفاشل في كل المواد المقالية، وكان جايب مجموع 50% في الثانوية العامة مع الرأفة. 50%؟ انت قصدك ان الاعلامي محمد ناصر مش خريج كلية اعلام؟ لا طبعا، كلية اعلام ايه اللي دخل المجاميع البليدة دي عندها؟ التنسيق رماه في كلية فنون جميلة، وطبعا احنا عارفين ان كلية فنون جميلة فيها اقسام كتير، وكليه فنون جميله من الكليات اللي بتبقى محتاجه احساس عالي ومحتاجه موهبه، وعلشان محمد ما كانش عنده لا الاحساس ولا الموهبه فاترمى في قسم النحت. سنه 83 84 كان قسم النحت في كليه فنون جميله هو القسم الوحيد اللي بيقبل اصحاب القدرات المحدوده اللي رماهم التنسيق جوه الكليه، ولانه دخل القسم ده بالغصب فبالتالي هيتخرج منه نحات فاشل، فبالتالي مش هيعرف ياكل عيش، فكان لازم بقى يقلب نفسه يشوف اي حاجه يعرف يعملها. فقال لك بس انا هشتغل على اكتر حاجة انا كنت ناجح فيها في حياتي، انجح الحاجات الفاشلة يعني، واللي هي الكتابة. قعد بقى محمد من هنا لهناك، قعد يحاول ويرفص شوية، كان يروح يكتب اغاني مع الملحن هشام نزيه، راح كتب افشل فيلم في تاريخ الفنان باسم السمرة